اكتر 10 براندات اوروبيه مبيعا للعربيات في مصر. الكلام ده لشهر اكتوبر، اصل كل شهر اكتر براندات بتبيع بقت واضحه. عندك ام جي، شيري، نيسان، كيا، هيونداي، تويوتا بيبدلوا مع بعض. فعايزين نشوف بقى الاوروبي عامل ايه. في المركز الاول مرسيدس ب 1105 عربيه. شعب غني يا جدع، يوم ما يشتري اوروبي بيشتري مرسيدس على طول، ما بيهزرش. اللي يشوف الكلام ده والله ما يشوفش زحمه المولات عشان البلاك فرايداي، عشان خصومات بتوصل ل 20 جنيه مثلا. في المركز الثاني سكودا ب 845 عربيه، رقم هايل بصراحه من سكودا. ونص المبيعات دي للكودياك. الكودياك مهما تغلى وترخص وتعمل وحاجات تنزل بتفضل بتبيع. المصريين بيعشقوا العربيه دي. في المركز الثالث بفرق 4 عربيات بس رينو ب 841 عربيه. شغل محترم جدا من رينو ومستحق، عشان اسعار عربيات رينو بشوفها قيمه مقابل سعر هايله. ودايما بيخفضوا، دايما مش بيطولوا، يعني اول ما يلاقوا فعلا العربيه محتاجه تخفيض بينزلوا. في المركز الرابع والفرق ابتدى يكبر هي في دبليو ب 525 عربيه. رقم فاجئني برضو عشان التيروك مش بتبيع قوي، التايرون لسه نازله، فمعنى كده ان التيجوان لسه مبيعاتها عاليه جدا رغم تسعيرها الغالي. لكن التيجوان برضو من العربيات اللي المصريين يموتوا فيها. في المركز الخامس اوبل ب 413 عربيه. انا عارف اني بقولها كل مره بس برضو الرقم فاجئني، عشان انا مش لاقي عربيه معينه من اوبل بتبيع قوي. بس هي تقريبا بتجمع بقى الجراند لاند على الكروس لاند على الكورسا وهي ماشيه. في المركز السادس بيجو ب 408 عربيه. شوف القافيه، يعني بيجو و408، يا سبحان الله. بيجو زي ما انتم عارفين من البراندات اللي انا بحبها جدا، ولو ال 2008 رخصت مبيعات بيجو هتزيد جدا، لان 2008 كانت بتبيع بقوه، لكن طبعا بتسعيرها دلوقتي ما بتبيعش قوي. في المركز السابع سيات ب 381 عربيه، رقم قليل بصراحه. كنت متوقع ان سيات ممكن تكون بتبيع اكتر عشان عندها الايبيزا والارونا والاتيكا والليون، فتوقعت ارقام اعلى من كده. في المركز الثامن بي ام دبليو ب 378 عربيه. الفرق بين بي ام دبليو ومرسيدس كبير جدا. بي ام دبليو في مصر مع الاسف في النازل. في المركز التاسع ستروين ب 344 عربيه، رقم محترم واظن هيزيد اكتر بعد تخفيضات السي 4 اكس الاخيره. وفي المركز العاشر هو كوبرا ب 330 عربيه، رقم محترم جدا من براند ما عندوش غير عربيتين بس، والعربيتين كمان غاليين. يعني ارخص عربيه في كوبرا اللي هي الليون بحوالي 1,750,000. طبعا الاحصائيات دي مش انا اللي بجيبها، الاحصائيات دي نقلا عن مجله عالم السيارات. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا بالتفصيل. لو عجبتكم السلسله قولوا لي نعمل زيها كتير بس بتصنيفات مختلفه بقى. وما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.